عارفين في كام كلب بيتخبط من العربيات كل يوم وبيحصل لهم شلل زي كده؟ لاكي او لولي من الكلاب المحظوظه اللي خبطت العربيه ما قتلتهاش بس خلتها مشلوله طول العمر. ولا مفيش لغايه دلوقتي احصائيات اتعملت لعدد الكلاب اللي بتتخبط وبتتشل وبتموت بسبب العربيه، لان ببساطه وجودهم لبعض الناس مش مهم وبيعتبروه منظر غير حضاري، مش زي لما بيزوروا دول اوروبا ودبي وبقيه دول العالم. بس ده موضوع تاني نبقى نتكلم فيه بعدين. المهم ان انا لما عرفت ان الانسه لولي اتخبطت اخدتها على طول تعمل اشعه علشان نشوف الكسر عندها واصل لحد فين، ولان لولي من ضمن مجاميع الكلاب الموجوده قريبه من بيتي ما قدرتش اتاخر عليها، خصوصا ان انا عرفت انها كان بقالها اكتر من 3 ايام مخبوطه، وده كان باين من شكل القرح اللي كانت في رجليها. حبيبتي مش قادره اتخيل انها بعد ما اتخبطت كانت بتحاول تجري نفسها على الاسفلت عشان تحاول تعدي الشارع، وبعد ما عملنا الاكس راي عرفنا ان هي عندها اكتر من فقره في عمودها الفقري ضاغطين على بعض، ده غير انها كان عندها امساك شديد جدا بسبب الخبطه، ما كانتش بتعرف تعمل حمام لوحدها. وابتدينا رحله العلاج اللي ما كناش عارفين هتودينا لفين، غير الادويه والفيتامينات والحقن ومقويات الاعصاب. الدكتور كان لازم كل يوم يعمل لها علاج طبيعي بانه يحرك لها رجليها اللي ورا ويحاول يوقفها عليها، وعشان برضو عضلات رجليها ما يحصلهاش تيبس بسبب عدم الحركه، ده غير المثانه اللي كانت متاثره بالخبطه وبتحتاج تفضيه كل يوم. لولي على الرغم من اعاقتها بس هي كلبه بتحب الحركه جدا، وكنت بحاول على قد ما اقدر اني ازورها كل فتره اقضي وقت معاها والعبها واساعدها شويه بتمرينات العلاج الطبيعي. شوفوا بقى فرحتها هنا. لا يا جماعه انا ما اتجننتش، بس دي بتكون فرحتي لما بكون وسط الحيوانات، بالذات الحيوانات اللي بيحصل تقدم في علاجهم. لولي الحمد لله خلال 3 شهور بعد ما كان رجليها الاتنين اللي ورا فاقدين الاحساس تماما، دلوقتي بقى عندها القدره انها تعرف تحركهم وعندها احساس فيهم. بعد ما كانت مش بتقف خالص بقى ممكن انها تسند نفسها وتقف لكام ثانيه. بس التقدم البسيط ده اثبت لنا ان للاسف لولي مهما اتحسنت عمرها ما هترجع طبيعيه تاني، ولا هينفع ترجع الشارع وسط مجموعتها تاني. عشان كده قررنا انها تكمل بقيه علاجها في ملجأ كلاب، لانها اكيد مش هتفضل عايشه بقيه حياتها في عياده، ودي من الحالات القليله قوي اللي بلجأ فيها ان حيوان يكمل بقيه حياته في ملجأ، لاني مقتنعه ان ملجأ الحيوانات ده هي مرحله انتقاليه فقط، وصاحب الملجأ برضه هو انسان ومقدرته محدوده، حرام ان احنا نضغط عليه. بس لولي او لاكي من اسمها كانت محظوظه كفايه ان في انسانه جميله اسمها مدام فاتن عندها شيلتر صغير بيقوي عدد كبير من الحيوانات المحتاجه، على الرغم من المسؤوليات الكبيره اللي هي شايلاها، وعلى الرغم من انها موقفه تاخد حالات جديده، بس الحمد لله وافقت ان لولي تنضم للعيله. الحمد لله لاكي او لولي وصلت بالسلامه لشيلتر، ان شاء الله هيكملوا علاجها هنا عشان هي محتاجه انها تجري في مكان واسع وتحرك جسمها، ادعوا ان شاء الله تكمل شفاها على خير. متخيلين بسبب ذنب انسان مستهتر كم انسان غيره اتجمعوا على الخير؟ كم انسان اهتموا ان هم يدوا فرصة حياة جديدة لحيوان؟ كل المجهود والفلوس والتفكير والصبر اللي اتبذلوا عشان الكلبة دي يستاهلوا ويهونوا علشان اشوفها بس عايشة اللحظة دي.